ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بعد غياب، وان شاء الله هتشوفوني على طول على القناة. انا عايزة اكلمكم عن قضية نورهان فتاة بورسعيد اللي قتلت والدتها بدم بارد، دون مشاعر ولا اي احساس، حتى الحيوان لا يجرؤ على هذا الفعل. طبعا خالتها كانت راحت مخصوص المحكمة عشان بمعنى أصح تأدبها وتصحي ضميرها اللي ما بيصحاش خالص ده بكلمتين. قتلتي أمك ازاي يا نورهان؟ بملامحك البريئة دي ازاي قتلتي أمك؟ ازاي استحملتي كلمة ازاي استحملتي تسمعيها وهي بتتألم وتسيبيها للمجرم ده يخلص عليها قدامك بدم بارد؟ ازاي ساعدتيه يا نورهان؟ ازاي قدرت تعملي كده مع امك اللي كانت بتحبك، امك اللي ولدتك؟ ازاي ملامحك البريئة دي ساعدتك انك تعملي فعل شيطاني بهذه الدرجة؟ ازاي يا نورهان؟ عايزاكي تردي عليا يا بنتي، عايزاكي تردي عليا. امك ازاي امك هانت عليكي يا نورهان؟ خالتها بتكلمها وهي بتبكي بحرقة، مش مصدقة ومش مستوعبة. ازاي سبتي امك للمجرم ده؟ ازاي ما ساعدتهاش؟ ازاي ما صحتيش من الغفلة اللي انت فيها؟ اسئلة كتير بتراود خالتها اللي مش مصدقة ومش مستوعبة لحد دلوقتي ازاي ان بنت اختها حية كما وصفها القاضي، حية ماشية على الارض. طبعا نورهان خدت اعدام، هتتحول ورقها لفضيلة المفتي، وهي سنها 21 سنة والولد 15 سنة. طبعا هي لبست اعدام والولد هيروح الاحداثيات. ليه بقى هيروح الاحداث؟ لان احنا طبعا مفيش عندنا قانون. لو احنا عندنا قانون، اي طفل مهما كان سنه طالما فعل جريمة لا يتخيلها عقل، اي جريمة لازم يحاسب، لازم يعاقب عقاب رادع. كانت الأطفال أو اللي مش أطفال أصلا، إزاي أصلا بقمة الذكاء اللي هم كانوا فيه ده، إن هم إن ده يكون الحكم عليه إن هو طفل. المحامي كان مستغرب، المحامي والقاضي وكلاء النيابة كانوا مستغربين من مدى تفاعلهم الاتنين مع بعض، والاتنين يخططوا كلام، والاتنين ينجحوا ان هما من غير ما يتقابلوا، من غير ما يتفقوا على نفس الكلام. الاتنين كانوا بيقولوا وبيحاولوا يهربوا من الجريمة. كانوا بيحاولوا يهربوا بحوارات بيعملوها هما الاتنين، بقمة الذكاء الاتنين كان بيطلع كلامهم مطابق لبعض من غير ما يكونوا مع بعض. طبعا الجريمة تمت ازاي؟ ولكن احنا هنقول ايه؟ البنت ازاي هانت عليها امها؟ إيه؟ طبعا نورهان ندهت على المجرم ده، قالت له تعالى. كانوا متفقين مع بعض ان هم هيخلصوا من امها علشان هي اكتشفت اللي بينهم، وبمعنى اصح خافوا من الفضيحة. فقالت اضحي بامي مش مشكلة، امي اللي ربتني، وامي امها يعني الام دي، يعني انا مش مستوعبة، ولكن انا هكمل. قالت له تعالى اطلع، هي نايمة. فدخل على أقواله، حد أقواله قدام النيابة وقدام القاضي. له قدام القاضي، هو دخل لقاها نايمة على السرير والنور كان مطفي، فدخل استفرد بيها وهي نايمة طبعا، وقام خابطها بخشبة فيها مسامير هو كان مجهزها، وكانوا متفقين مع بعض من البداية ان هو هيقتلها. فدخل استفرز ان النور مطفي، وقام خابطها بالخشبة اللي فيها مسامير. فقامت تجري لا حول لها ولا قوة في الصالة وتحاول تستنجد بحد، وكانت بتزعق وبتقول لها ساعديني يا بنتي، وكانت بتترجاها وتقول لها ساعديني يا بنتي. وطبعا الجيران كانوا مفكرين ان هي بتزعق مع بنتها، مش مستوعبين اللي بيحصل جوه. فدخلت الحمام وقفلت
على نفسها وحاولت ان هي تستنجد بالناس، محدش طبعا سمعها للأسف، ففتح عليها باب الحمام وقام شالها في الصالة جرجرها. بعد كده الحيوان ده قعد عليها وعشان ما تقدرش تتمكن من الهرب، وقال لها: نورهان هاتي حلة مية مغلية. لو لقيتوا نورهان المية المغلية عشان يكبها على امها، طبعا هي كانت بتخلص، يعني انتوا متخيلين كم التعذيب اللي شافته. ما هانتش، يعني هانت على بنتها، ما حاولتش بنتها انها تلحقها او يفوق ضميرها او انها تنقذها من اللي بيحصل ده. استنجدت بنتها بكل الطرق: يا بنتي سيبيني سيبيني والله وهسيبكوا تهربوا مع بعض، سيبيني يا بنتي والله ما هأذيكي أبدا، ولا حياة لمن تنادي. ولا كأنها بتستنجد بنتها اللي بتموت وبنتها بتخلص عليها بدم بارد، حية ماشية على الأرض فعلا، بان الحية مش كده. وبعدين قالت له: طب خدي السكينة دي خلص عليها. قال لها: لا، ده السكينة دي تلمة، هاتيلي كاس. فقام كسر الكاس وقام قتلها بيه، رغم ان هو كان خبطها كتير جدا جدا بالشاكوش، وخبطها كتير جدا بالخشبة اللي كانت فيها مسامير، وكانت اتعذبت عذاب لا يتخيله لا إنسان ولا حيوان قبل ما تموت. وبعد كده جاء أخوها بيرن في الجرس عشان يدخل. اتفاجئت بقى هي وقعدت تمسح في دم أمها. دم أمها كانت بتمسحه بكل برود. طبعا النهاية اللي معروفة لدي هي الإعدام، وبل إن الإعدام قليل عليها. كان المفروض ان الولد كمان يتعدم في ميدان عام. المفروض ان ناس، يعني اشخاص عملت جريمة بالبشاعة دي، هانت عليها امها بالبشاعة دي كانت تتحط كده، تتربط. إيه، دول بالمفروض يعني يتقطع منهم حتت حتت كده، يتعلقوا في عربيتين قصاد بعض ويتشدوا ويتقطع من جسمهم حتت حتت قدام الناس كلها، عشان يكونوا عبرة لأي حيوان تسول له نفسه بفعل هذا الفعل. يعني انتم متخيلين ان طفل ازاي وزنا، عملوا ابشع ما تتهز له السماوات السبعة. عرش السماوات بيتهز من الزنا، ما بالك الزنا والقتل. وقتل مين؟ قتل مين؟ امها عملت كده مع طفل. كل ده عشان شهوتها الحيوانة. قتلت امها وكانت ناوية انها تكمل حياتها عادي، مفيش في دماغها اي حاجة. يا رب اكون خفيفة على قلبكم، وربنا يستر من الايام اللي